فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات المنتجات الجديدة اللي نزلت معانا مؤخرا في ايفون. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رأيي فيها ايه بالتفصيل. زي ما انتم شايفين النهارده هنتكلم عن الماسكارا بتاعت سوبر شوك فوليوم لاودر، ودي اخر اصدارات الماسكارا بتاعت سوبر شوك وتعتبر افضلهم. الماسكارا دي حقيقي بهرتني وعجبتني، ولما جبتها ركنت كل الماسكارات على جنب وبدأت استخدمها بشكل يومي. بقت اول ماسكارا تروح لها ايدي لسهولة التطبيق بتاعها. الماسكارا رائعة جدا، بتكثف الرموش جدا، ودي من اكتر المميزات بالنسبة لي المهولة. انا بحب جدا الرموش الكثيفة اللي هي بتدي مظهر زي مظهر الرموش المتركبة او الرموش الاكستنشن. انا بعشق المظهر دوت، او حتى الفيك لاشز اللي هي الرموش الصناعية. فانا من الناس مدمنين الماسكارات المكثفة، فدي كانت بتديني التكثيف باقل مجهود. فرشتها حرفيا كانت بتساعدني ان انا اجيب الرموش من جدرها لحد اطراف الرموش، وبتديني كثافة وما بتكلكعش حتى لو حطيت طبقة او 2 و3. فدي من الحاجات بالنسبة لي رائعة جدا، وبتدي كمان مع الكثافة طول، فيا محلاها يعني كثافة وطول. انا من الناس اللي ما بتفضلش الماسكارات اللي بتدي طول فقط، انا بحب الكثافة. فمحبين الكثافة او الفوليوم زيي، الماسكارا دي هتبقى اختيار امثل. والماسكارا بصراحة مهدور حقها محدش اتكلم عنها. الماسكارا حجمها 10 ملي وهي ميد ان بولند، وده شكل الفرشة بتاعتها. الفرشة بتاعتها قريبة جدا من الفرشة المعتادة بتاعت سوبر شوك زي ما انتوا شايفين. الفرشة سنونها بتساعد على توزيع الرموش وكمان تكثيفها. بس عايزين نعمل اختبار بسيط كده ده يا بنات بالنسبة لسوادها. الماسكارا دي مليانة مميزات حرفيا، ولكن بالنسبة لي هي فيها حاجة انا بالنسبه لي هي مش عيب. هما كاتبين في البروشور عنها ان هي مقاومه للميه، فاحنا هنسيب الاسود بتاعها ده ينشف وهنشوف هل هي فعلا مقاومه للميه ولا لا. ولكن انا مع اختباري ليها، طبعا الماسكارا المقاومه للميه لما بتحطيها وتيجي تغسلي وشك بالميه العاديه ما بتتحركش من مكانها ولا بتكلكع زي الماسكارا كده بتاعت الترا فوليوم اللي انا كلمتكم عنها. الاصدار الجديد بتاعها ده ولا بيتاثر بالميه نهائي، ودي معناها ان هي ماسكارا مقاومه للميه. وطبعا لما بتيجي بتشيليها بمزيل مكياج زيتي، وانا ما برجحش ان احنا نستخدم الماسكارا المقاومه للميه دي بشكل يومي، لان ازالتها بتكون فيها شيء من الصعوبه. فانا دايما بفضل الماسكارا اللي هي مقاومه للميه نستخدمها عندنا مناسبه، هنعرق، خارجين خروجه طويله وخايفين رموشنا تتاثر، نازلين البسين، نازلين البحر، عندنا اكشن معين يخلينا نستخدم الماسكارا المقاومة للمية ونعرض رموشنا للحماية القوية دي من المية. وكمان هي زي ما قلت لكم ما بتتشالش بسهولة، فما ينفعش نستخدمها كل يوم لان ده هيضر رموشنا. اي ماسكارا مقاومة للمية سواء من ايفون او بره ايفون بتأثر على الرموش لو استخدمتيها بشكل يومي. ولكن الماسكارا دي بالنسبة لي انا بستخدمها بشكل يومي لان هي مش مقاومة للمية ولا حاجة، ومجرد ما غسلت وشي من غير اي غسول ولا اي حاجة ولا اي صابون ولا مسلر ولا اي حاجة الماسكارا بدأت تدوب. فانا معرفش هي على اي اساس مكتوب ان هي مقاومة للمية. اهي شكلها يا بنات في البروشور، اهي كاتبين عليها ان هي ماسكارا مقاومة للمية، كاتبين ان هي بلون اسود داكن، وده حقيقي اهو سوادها فاحم فاحم حرفيا، الرموش تبدو بمظهر كثيف. كل ده تمام وحقيقي جدا، والمظهر مش زي الموديل كده، لا بتدي مظهر كثيف فعلا، يعني بتدي كثافة اكتر من الموديل دي بكتير. يمكن الموديل كمان ممكن تكون رموشها ضعيفة، لكن هي بتدي كثافة بشكل اقوى من كده بكتير. تركيبة غنية كريمية تملأ الرموش بفيتامين ه المغذي للرموش. هي بالفعل التركيبه بتاعتها كريميه زي ما انتم شايفين، وانا دلوقتي لما حطيتها على ايدي هي كريميه جدا
سهلة جدا في الحط. ودي اكتر حاجة عجبتني، ان هي مش بتبذلي مجهود عشان تفرقي رموش عن بعض. فرشتها بتشتغل مع نفسها، والفورمولا بتاعتها حلوة، وبتخليكي تعملي طبقات. بصراحة انا الماسكارا دي لو قدرت اجيب منها كل اللي في الشركة هجيب، من كتر ما هي عجبتني جمالها. وانا بالفعل قربت اخلصها. انا من ساعة ما جبتها، انا جبتها من شهرين، لان هي ظهرت معانا الشهر اللي قبل اللي فات واختفت الشهر اللي فات، وبعد كده ظهرت معانا الشهر ده، وكنت مبسوطة جدا. وبالفعل طلبت منها تاني عشان اشيل عندي ستوك، رغم ان انا عندي ماسكارات كتير جدا وكلهم بصراحة تأثيرهم ممتاز، ولكن دي بالفعل ما ببذلش مجهود وانا بحطها، وما بتضايقنيش في عيني، وعيني ما بتتحسسش منها، وبحط منها طبقات ممتازة. فوق ده كله ان هي بتكثف وبتطول، يعني بتحقق لي التارجت اللي انا عايزاه، كثافة وطول، بالاضافه ان هي مطلعتش مقاومه للميه زي ما هم قالوا، وان هي بتدوب من الميه عادي. واعتقد ان هي دلوقتي نشفت، وهنجرب هل هتطلع بالميه ولا لا. انا جايبه بخاخ ميه عادي جدا اهو، وهنرش على منديل ونشوف هل هي فعلا مقاومه للميه ولا مش هتطلع بالميه. تعالوا اهو، هنبخ كده اهو ونشوف تأثير المية عليها. مية اهي خالص، ولا فيها ماء ميسيلر ولا غسول ولا صابون ولا اي حاجة. وتعالوا نشوف، بصوا طلعت بالمية عادي جدا. بصوا اهو، ولا مزيل مكياج ولا اي اهو، لاخر قطرة طلعتها لكم كلها. ولا بصوا، ولا هتهبيب ولا اي. برضو من المميزات بتاعتها ان هي ما بتهببش. اهي الماسكارا كلها طلعت بالميه، بالميه، من غير غسول، من غير ميسلر، من غير مزيل مكياج زيتي. وايدي اهي فله شمعة منوره. عشان بس ايه، حبيت ان انا اعمل لكم اختبار عشان تشوفوا بعينيكم، لان انا صريحه معاكم. الحلو حلو والوحش وحش. والكتالوج اتبل كمان اهو، الكتالوج، بس الكتالوج كمان طلع مش ضد الميه. فده كده كان رايي في الماسكارا. الماسكارا بالفعل تستحق ان انتوا تجربوها، رائعه فوق الرائعه. وبالنسبه لي ان هي طلعت مش مقاومه للميه، ده ميزه بالنسبه لي مش عيب، لان انا اقدر استخدمها بشكل يومي واقدر اشيلها بكل سهوله. بصوا يعني زي ما اتشالت من على ايدي كده، هي بتتشال من على العين. انتي تدوبيها كده بصوابعك وخلاص، لا بتهبب ولا اي حاجه، ولا بتضر عينيكي، ولا بتوقع رموشك، ولا اي حاجه. فالماسكارا رائعه، تستحق التجربه. انا عجبتني جدا جدا فوق الوصف، من اقوى واحلى الاصدارات بتاعه سوبر شوك. انا عن نفسي مش هستغنى عنها ابدا، ولما تخلص هكررها تاني وتالت و20. بس يا رب تفضل موجوده معانا وتظهر معانا في الكتالوج او في العروض. طبعا انت لو حابه ان انت تطلبيها مش هتاخديها بالسعر دوت. لو عملتي معانا العضويه في ايفون هيكون ليكي خصم خاص بالاعضاء، وهتستفيدي من عروض مجله الاعضاء، وكمان العروض الداخليه الخاصه بالاعضاء اللي بتكون باسعار مخفضه واقل سعر شحن على مستوى جمهوريه مصر العربيه. واحيانا بيكون الشحن مجانا بدون اي رسوم، يعني هتاخدي المنتج بتاعك وتاخدي عليه خصم ومتدفعيش ولا جنيه شحن. كل المميزات دي هتقدري تستفيدي منها لو عملتي العضوية معانا في ايفون. وكمان تقدري تطلبيها من على الجروب بتاعي، واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. تقدري تتواصلي معايا من خلال الجروب بتاعي على الفيسبوك، او كمان من خلال الواتساب لو عايزة تشتري المنتجات او تعملي العضوية معانا في ايفون وتستفيدي من المميزات الكتير اللي انا كلمتك عنها. كل اللي جرب الماسكارا دي يقول لي رأيه تحت في التعليقات، هل اديته نفس التأثير الرائع اللي اديتهوني ولا لا. وطبعا مع اختلاف الرموش، في ناس رموشها خفيفة، في ناس رموشها متوسطة، في ناس رموشها تقيلة، ولكن انا اعتقد ان هي مع كل انواع الرموش هتدي اقصى افكت ممكن تحققيه لرموشك، لان هي مسكرة مبهرة. انا حبيتها كفرشة، كفورمولا، كإفكت، كل حاجة عجبتني. حتى موضوع ان هي طلعت مش مقاومة للمية، ده طلع شيء في مصلحتي، لان ده هيخليني استخدم المسكرة بشكل دوري ودائم، واقدر استخدمها كل يوم ورموشي ما تتأثرش. اتمنى يكون الفيديو افادكم، اتمنى ان انتوا تلحقوها الشهر ده عشان هي مش هتكون موجودة معانا الشهر اللي جاي. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى. على خير،
باي باي.